لو حابب تشوف فيديوهات زي دي ما تنساش تشترك وتعمل لايك وشير عشان المحتوى يوصل لأكبر عدد ممكن. النهاردة هنكمل سلسلة العادات الذرية وهنتكلم عن خدعة قوية اسمها المكافأة. كتير مننا بيأجل حاجات مهمة زي المذاكرة أو التمرين أو حتى ترتيب البيت، بتبقى المهمة في دماغك زي جبل صعب التسلق ومحتاج مجهود خيالي، بس الحقيقة المشكلة مش في المهمة نفسها ولا في نقص الإرادة. المشكلة الحقيقية هي فكرة البداية نفسها. هنا بتيجي العادة الذرية السادسة اللي هتكسر الحاجز ده، وهي قاعدة ال5 دقايق. بتقول القاعدة دي لو بدأت أي مهمة لمدة 5 دقايق بس هتلاقي نفسك بتكملها 30 دقيقة أو أكتر من غير ما تحس بالملل أو التعب. ده لأن أكبر مقاومة بتجيلك بتكون في أول 30 ثانية من البدء. العقل بيحاول يحميك من بذل المجهود اللي بيعتبره ضياع للطاقة، لكن لما بتكسر حاجز ال5 دقايق بيندفع الجسم للأمام وتبقى الرياح في ظهرك. طب إيه هي خدعة المكافأة اللي بتضمن استمرارك بعد ال5 دقايق؟ الفكرة إنك تربط العادة الجديدة الصعبة بحاجة بتحب تعملها فورا بعدها، زي مثلا مش هفتح السوشيال ميديا غير بعد ما أخلص قراءة 5 دقايق من الكتاب ده، أو مش هشوف الحلقة الجديدة من المسلسل غير بعد ما أخلص 5 دقايق شغل مهم. انت كده بتدي مخك سبب حقيقي وملموس للتحرك والبداية السريعة. ال5 دقايق مش هم الهدف الرئيسي، هم بس المرور الإجباري لكسر المقاومة. جرب قاعدة ال5 دقايق دي النهاردة وطبق معاها خدعة المكافأة وشوف الفرق الرهيب. شارك الفيديو ده مع اللي محتاج يبدأ وما تنساش تعمل تعليق، واستنونا في الفيديو القادم.